والنخب في مرحلة حاسمة. إعلام قوي أصبح أولوية. الجالية المغربية لوبي قوي في الدفاع على القضية الوطنية. حكمة اليوم: من يبيع أخلاقه بحفنة من المال لا يستحق أن تذكره الأجيال. الصحفي الحر ناصر عبد الصمد صمد وانتصر، والله ينصر. هكذا الرجل الشهم يدافع على بلده الأم، يقاوم ويساهم في نشر القيم، وخصوصا في زمن التضليل والانحلال والاستغلال وعبادة المال. ومن يخاطب المغاربة بلغة الجوارب واحتقار الطالب وإهمال المطالب وإرضاء الأجانب ولا يحسب العواقب يجب أن يحاسب. ومن لا يحترم الشعوب لا مكان له في القلوب. ماذا يعني أن المسؤول يغتني والمواطن يعاني؟ ولا ننتظر من اللوبيات ومن نهب الثروات أن يبرمج ندوات التوعية، لأن كل همه إلهاء الناس في التفاهات والمهرجانات والإعلانات وحجب المعلومات والمغالطات وإغراق الشباب في المخدرات، حتى وإن صرفت مليارات الدولارات. ولا يخفى على أحد أن البنك الدولي يقرض والأمم المتحدة تفرض لكي تمرر قرارات هي في الحقيقة مؤامرات ضد الإنسانية، مغلفة بغطاء الحريات الفردية دون مراعاة الخصوصية والثوابت. والسؤال: هل الانحلال يبني الأجيال؟ ويا له من تناقض أن نصدق أنهم يدافعون عن الإنسان، والبرهان ما يقع في فلسطين والسودان ولبنان. وفي الختام أتمنى أن يعم السلم والسلام وترفع راية الإسلام.